هل تعلم عزيزي المشاهد إن أول هدف دولي للنجم محمود عبد الرازق شيكابالا كان في منتخب الكويت؟ كانت مباراة ودية مع منتخب الكويت في يوليو 2007. شيكابالا، هي وده مكانك، هي دي انطلاقاتك. فكر بعقله، حس بجسمه، سدد بقدمه، والتعادل في الشباك الكويتية بأقدام مصرية موهوبة. 1-1 في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 13 يتعادل الموهوب شيكابالا، لكن انطلاقه على أفضل ما يكون. كان ساعتها مدرب المنتخب كان الكابتن حسن شحاتة، اللي هو المنتخب التاريخي اللي كونه الكابتن حسن شحاتة في جيل 2006، واللي هو استمر معانا لجيل 2010. الهدف أنا يا رب يكون الهدف عجبكم أو الفيديو عجبكم، ولو انت زملكاوي متنساش اللايك، وياريت تشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.